السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الأكل بتاعنا زي ما انتم شايفين النهاردة هيكون سمك بلطي. وطبعا السمك البلطي أنا هنضفه معاكم النهاردة تنظيفة كويسة جدا جدا. في ناس كتير مش بتعرف تنضف السمك في البيت، وخصوصا البنات اللي لسه متجوزة جديد. فلا أنا هعلمك طريقة تنظيف السمك البلطي، وهاعلّمِك الطريقة الصح، تمام كده. ولو أنتِ هتنضّفيه برّه هاقول لِك هتعيدي عليه إزاي، ولازم طبعًا بتنضّفيه تاني وبتعيدي عليه تاني بعد ما الراجل بينضّفه لِك، تمام كده حبايبي. طبعًا إحنا أول حاجة أمّا بنيجي نشتري السمكية زي ما أنتم شايفين، باشتري السمكية اللي جاية بدوران. قبل كده وقُلت لكم في فيديو قبل كده كنت عاملة سمك، السمكية اللي بتيجي يعني جاية بدوران شوية كده دي سمكية نتاية، وتمسكي ضهرها كده تلاقي ضهرها كلّه ملحّم. تمام كده، دي أهم حاجة. لمّا تيجي تاكلي السمكية هتلاقي اللحمة بتاعتها مش ناعمة، تلاقيها خشنة، هتلاقي ضهرها كلّه لحم، تلاقي السمكية ما شاء الله يعني مليانة لحم، تعرفي إن أنتِ تاكلي سمك. غير السمكية اللي هي المسحوبة الطويلة دي، دي سمكية بتبقى دكر وما بتبقاش فيها لحم، تمام كده. لو أنتِ بتنقّي السمك بإيديكِ نقّيه بالطريقة دي، ما تمسكوش من عند البطن، تمسكيه من عند الضهر كده وتلاقي الضهر بتاعه تخين كده، هي دي السمكية اللي هتبقى طعمها حلو وهتبقى مليانة لحم، تمام كده حبايبي. طبعًا والسمكية هتجيبيها بقى تكون طبعًا طازة من حد واثقة فيه، وبس هتجيبيه بقى سواء هتنضّفيه برّه أو هتنضّفيه في البيت زي ما بتحبي. بُصّي السمك بتاعي مبطرخ إزاي، أهي دي سمكية نتاية أهي. طبعًا هتنضّفيه زي ما بتحبي بقى، وبعد كده لو نضّفتيه برّه زي ما باقول لِك هتعيدي عليه. طبعًا أنا هانضّف معاكم بقى واحدة تانية وهاورّيكم بالضبط كده تنضيف السمك هيبقى إزاي من الألف إلى الياء. طبعًا إحنا اسكندرانية بقى وده التخصُّص بتاعنا بقى اللي هو الأسماك، تمام كده. وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، جدًا. حطّوا بقى لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة. بُصّوا أول حاجة إحنا بنعملها بنقص بقى الديل أهو، وبنقص الزعانف بتاعتها كلّها اللي في الجنب بقى واللي من الناحية التانية ديّة، أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. وطبعًا المقص يكون حامي، وأنا المقص بتاعي هنا كان بارد طبعًا، وزي ما أنتم شايفين دوّخني. وكل ما السمكاية بتبقى كبيرة، بتبقى الزعانف بتاعتها جامدة، غير السمكية الصغيرة. فهنا أنا ما شاء الله عندي السمك كبير. طيب خلّصنا بقى الزعانف وقصيناها، نجيب سكينة كده ونبتدي نشيل القشرة، دي أهم حاجة، تشيلي القشر كلّه بتاع السمكية أهو زي ما أنتِ شايفة بالشكل دوّة، أهو. خلاص كده خلّصنا المرحلة ديّة، هنبتدي نفتح بقى إيه، السمكاية من تحت من عند البطن أهو لحد فوق، لحد بُقّها كده، لحد ما تلاقي السكينة طالعة من بُقّها، أهو أيوه كده، شايفين؟ بنعذّبها السمكية، لازم نعذّبها شوية. هنطلّع بقى كل الحاجات اللي في البطن، وأهم حاجة بقى النخشوش ده تطلّعيه، لإن هو ده اللي لو سِبتيه في السمكية هتلاقي السمكية زفرة وأنتِ بتاكليها. وبُصّوا البطن بتاعتها، وفي بقى هنا شوكة لازم تكسريها بصُبعِك، شوكة كده هتلاقيها كبيرة تحت النخشوش لازم تكسريها. وهنا بقى في سلسلة السمكاية هتلاقي بقى فيها دم كده، لازم الدم ده كلّه تشيليه، عشان السمكية بتاعتِك ما تبقاش متزفّرة. يبقى أهم حاجة تشيلي النخشوش كلّه، وتشيلي اللي في سلسلة الضهر السمكية ده الدم الموجود، وتكسري الشوكة اللي بتبقى تحت النخاشيش كده. بعد هنا ما غسلته كويس جدًا، جِبت بقى نُص ليمونة وابتديت أمشّيها كده في بطن السمكية، عشان لو فيها حاجات بقى سمرا كده، الليمونة هتطلّع كل حاجة. طبعًا أنا هاعيد عليه وهاغسله تاني وهاهِد حيله من الغسيل، عشان خاطر أمّا آجي آكل السمكية ما تبقاش زفرة وتاكليها تبقى طعمها حلو كده. أهو بُصّوا، نُص الليمونة كده تمشّيها من جوّه، ولو في حاجات بتبقى سمرا كده مكان التنضيف السمكية في بطن السمكية كده، هي نُص الليمونة دي هتطلّع كل الحاجات اللي جوّه. وبعد ما تنضّفي بنُص الليمونة هتبتدي تغسلي السمك بتاعِك وتسيبيه بقى، ما ترشّيش عليه ملح، اوعي ترشّي عليه ملح، لإن لو رشّيتِ ملح على السمك هتلاقي السمكية نعمت معاكِ ولحمتها ما بقتش خشنة. نيجي بقى للتتبيلة بتاعة السمك، ما فيش أبسط منها، هو توم وكمون وملح وعصرة ليمونة، بس كده. ما باتبّلش بحاجات تانية ولا باحط بابريكا ولا باحط أي توابل تانية خالص عشان ما أضيّعش طعم السمكية بتاعتي. إحنا بناكل سمك، وسمك يعني توم وكمون، تمام كده.
هنجيب السمكية طبعًا عشان عندي السمكية بسم الله ما شاء الله كبيرة، فابتدي إن أنا أفتحها كده من الجناب زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة، وعشان خاطر لمّا نيجي نقليها يعني إيه تستوي معانا، هنقليها طبعًا على نار متوسطة عشان خاطر تاخد سواها بالراحة وما تبقاش إيه السمكية نية من جوّه. هنبتدي بقى نفتح من الجنب زي ما تحبي بقى تفتحيه بالطول، أو تفتحيه بقى إيه تنغّزيه كده نغزات تحت بعضها زي ما تحبي بقى. الخطوة دي مهمة جدًا، زائد إننا إن إحنا كمان لمّا بنيجي نحشي بقى السمك أهو زي ما أنتم شايفين، أنا باحشي في البطن ما باكتّرش لإن كده، كده الحشو بيُقع، وبعدين باحط بقى في الفتحات اللي أنا عاملاها دي ال التوم بقى والكمون والملح والليمون، وابتدي إن أنا أحشي الفتحات دي أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. أظن الموضوع سهل وبسيط جدًا، جدًا، مش محتاج إن أنتِ تقلي برّه ولا تعملي الحاجة في برّه، أنتِ ممكن تجيبي السمك من قبليها بيوم تنضّفيه وتضبّطيه وتحطيه في التلاجة وتغطّي عليه، أهم حاجة ما ترشيش عليه ملح زي ما أنا قُلت لِك، تمام كده، وتاني يوم تبتدي تعملي التتبيلة وتحشيه أهو زي ما أنتِ شايفاه بالشكل دوّة، وتبتدي إن أنتِ تقليه، أظن الموضوع سهل وبسيط جدًا، 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 أهو. طبعًا السمك ده بقى يعني بيبقى يوم عالمي، يعني أنا من عشاق السمك بصراحة، أنتم عارفين الإسكندرانية بيحبوا السمك جدًا، جدًا، بكل أنواعه، بس أنا باميل لسمك البحر أكتر، بس البلطي برضه بيبقى حلو، وطبعًا البلطي دايمًا لمّا باجي باعمله باحب أقليه وأعمله بالصلصة، بس المرّة دي مش هاعمله بقى بالصلصة، تمام كده، بُصّوا بقى أنا حطيت هنا حطيت دقيق وحطيت معلقة كبيرة من النشا وحطيت ملح وكمون، ولاحظي بقى ما تحطيش إيه، ملح كتير عشان خاطر السمكية بتاعتِك ما تبقاش إيه، حادقة، لإن إحنا حاطين في التتبيلة ملح، تمام كده، وأهم حاجة مع الدقيق هتحطي معلقة كبيرة من النشا عشان خاطر يعني السمكية ما تبقاش شاربة زيت وتبقى مقرمشة معاكِ كده من برّه وحلوة. وزي ما أنتم شايفين حطيت السمكية في العلبة كده وفضلت أنفّضها بقى يمين وشمال كده لحد ما بُصّوا كلّها اتبدّرت بالدقيق. ممكن تعملي خطوة تانية بعد ديّة، إن أنتِ ممكن تحطيها في مَيّة وتقومي مدخّلاها تاني في قلب الدقيق، يعني زي ما تحبّي. بس أنا حبّيت المرّة دي أعمله بالطريقة دي، وأهم حاجة لمّا تيجي تحطيه في الدقيق تنفّضيه كويس زي ما أنتِ شايفة بالشكل دوّة، عشان الدقيق بقى ما ينزلش في الزيت بقى ويحرقه ويبهدل لنا الدنيا. زي ما أنتم شايفين الزيت بتاعي قدح أهو، وابتديت أنزل بالسمك بتاعي أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. طبعًا إحنا ما بنحطش السمك على نار عالية، يعني الزيت بتبقى حرارته متوسطة، لإن السمك لازم ياخد سواه بالراحة، لإنه حطيتِ على نار عالية هتلاقي السمكة اتحرقت معاكِ واستوت من برّه ومن جوّه هتلاقي فيها دم وما تكونش استوت وتبقى زفرة معاكِ وما تتاكلش. فأهم حاجة في السِوَى بتاع السمكية الكبيرة إنها تكون على نار متوسطة، تمام كده حبايبي؟ وهنا زي ما أنتم شايفين هنعمل الرز بتاعنا اللي هو الرز الصيادية، هنعمله بطريقة سهلة أهو زي ما أنتم شايفين حطيت زيت وحطيت بصل وحطيت ملح كده عشان البصلة معايا تحمَر بسرعة، وزي ما أنتم شايفين البصلة احمرت أهو هابتدي أنزل بالمَيّة، المَيّة بقى سواء من الحنفية أو مَيّة من الكاتل أو مَيّة سخنة زي ما تحبي، هننزل بقى بشوية من الملح بس مش هنكتّر لإن أنا حاطة ملح على البصلاية، وأحط شوية من الكمون، وهنا كنت غاسلة الرز بتاعي، وإيه هنبتدي ننزل بالرز أهو زي ما أنتم شايفين وندّي له تقليبة ونسيبه بقى لحد لمّا يتشرّب كده، ونبقى نرجع له تاني ونروح نبُص بصّة تانية على السمك بتاعنا، بُصّوا السمكية تحفة، عايزة أقول لكم الريحة تجنن، حلوة أوي، أوي، أوي. ممكن بقى أنتِ بعد ما تعملي السمك وتقليه تعملي له بقى إيه اللي بالصلصة ده، إحنا بنعمله هنا في إسكندرية، اللي هو بالصلصة، مش صلصة طماطم يعني، طماطم على صلصة، تمام كده؟ ممكن بقى تاكليه كده، ممكن تعمليه بالخل والثوم، أنا قبل كده عملت لكم بالطريقتين، عملته مرّة بالخل والثوم، ومرّة عملته اللي هو بالصلصة، تمام كده؟ المرّة دي بقى إحنا مش هنعمله بحاجة خالص زي ما هو كده، وهندّي له رشة ملح على كمون كده من فوق الوش وحلو أوي، أوي، أوي. يعني كنوع من التغيير. هنا الرز بتاعي اتشرّب أهوّة، وأعطيته بقى تقليبة زي ما أنتم شايفين، وابتدي بقى أهدّي النار عليه واسيبه لحد لمّا يستوي كده مع نَفْسه، ونروح نبُص بقى على السمك بتاعنا الحلو الجميل دوّة، أهو. أول ما تتحمّر من تحت، طبعًا هو بياخد وقت في السِوى عشان باقول لكم على نار متوسطة، أهو، ونبتدي بقى نقلبه على الناحية التانية. إذًا الموضوع سهل وبسيط جدًا، جدًا، آه. بُصّوا، تحفة، تحفة، تحفة. هنحط بقى زي ما أنتم شايفين بقية السمك أهو، يعني أنا مش بابدّره كلّه بالدقيق لأ، يعني مثلًا أنا هاقلي سمكتين أقوم حاطاهم في الدقيق
وابتدي إن أنا أحطهم في السمك، في السمك إيه، في الزيت، تمام كده؟ طبعًا هنا كان في كام بطرخاية كده حطيتها بقى لفيتها في حبة دقيق كده وقليتها، اللي أنا طلعتهم من شوية، لو خدتوا بالكم يعني، أهو. بُصّوا يعني حاجة فاخر من الآخر كده خلّصنا، وأدي الرز بتاعي استوى أهو بقى، وبُصّوا أنا تعبت يا جماعة من غسيل المواعين والله، وأكيد أنتم كلّكم زيي، فقُلت بقى إيه، لأ إحنا هنوفّر بقى في الأطباق، مسكت حلة الرز كلّها دلقتها في قلب الصينية. وهاحط الأكل كلّه في صينية واحدة، هنحط السلطة وهاحط السمك وهاحط كلّه في صينية واحدة، تمام كده؟ جرّبوا الطريقة دي حلوة هتوفّر معاكم أوي، أوي في المواعين. ما إحنا زهقنا بقى يا جماعة من غسيل المواعين والجو بقى ابتدى يسقّع أهو، بُصّوا السمكية عاملة إزاي، تحفة، تحفة، تحفة. تعالوا بقى اتغدوا عندنا، النهارده عندنا سمك مقلي تحفة بلطي، حاجة كده فاخر من الآخر. حطينا الرز، حطينا السلطة، طبعًا السلطة وأنا حاطة عليها خضرة وحاطة طماطم، وقطّعتها في قطّاعة الخضار العادية ما قطّعتش على إيديّا، وزي ما أنتم شايفين السلطة ورز الصيادية، والسمك بقى نزوّقه كده وندلّعه ونشخلعه ونحط عليه بقى شوية خضرة من فوق، عشان إيه كإننا بقى بناكل في مطعم كده، عايزة أقول لكم الصينية دي لو أكلتوها في مطعم شوفوا هتاكلوها بكام، بالشيء الفلاني، غير لمّا بتاكلي في البيت وحاجة عاملاها بإيديكِ ونضيفة. آه، بكده بقى حبايبي نكون خلّصنا الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف على قلبكم، ما تنسوناش بدعواتكم الحلوة، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.